يا اهلا يا اهلا. النهارده هنعمل سوا طاجن مانجا بالكريمه، ولكن احنا مش هنستخدم في الوصفه دي كريمه خالص. هنشوف ازاي هنحضر الجمال ده بمكونات بسيطه ومش مكلفه، وكمان مش هتاخد منك وقت. ده كمان لا هتستخدمي فيها لا خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجات تخليكي تقولي الحاجات دي مش عندي ومش متاح. حاجات كلها بسيطه ومكوناتها سهله. لو مش عارفاني، انا اسمي رنا. ولو عجبك الفيديو ست الكل اعملي لايك وشير واشتركي في القناة. يلا بينا هنحضرها سوا. هنا جبت ووك وحطيت فيها كوبايتين ونص من اللبن البارد. نزلت عليهم بثلاث معالق كبار من النشا، هقلبهم الاول على البارد كده مع بعض، وبعدين معلقتين كبار من السكر. شغلت عليهم النار وابتديت اقلب تقليب مستمر كده لغايه ما القوام يتقل. اول ما تقل معايا نزلت بكوبايه كده من المانجا اللي هي زبادي بالمانجا، وبعدين حطيت كيسين من الفانيلا. تقليب مستمر لغايه ما القوام بدا يتقل معايا، وشايفين الحاجات اللي على الوك من فوق دي بتبين لك ان خلاص الكريمه بدات تتقل. تاني خطوه بقى جبت اي بسكوت ساده عندي، وابتديت ان انا اجيب الطاجن اللي هعمل فيه الوصفه. حطيت فيه شويه من الكريمه بتاعتي بعد ما تقلت وريحتها بقت جميله جدا. هجيب لبن خارجي كده وهبتدي اسقي فيه البسكوت الاول، وهوزع البسكوت على الكريمه بتاعتي، وهبتدي ان انا اعمل طبقات، طبقه من الكريمه وطبقه من البسكوت لغايه ما اخلصها خالص. اخر حاجه بجيب مانجا كده وبقطعها مكعبات من على الوش. انا حبيت ان انا اكسر اللون، حطيت عنقود من العنب. جربي الوصفه وسيبيها في التلاجة كلها وهي بارده.